السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الستريبس بطريقة سهلة جدا، مقرمش كده وجميل، طعم خطير. من غير بقسماط يا بنات، من غير اي حاجة، غير حاجة خالص. وزي ما انتم شايفين والله الكاميرا ظلمها كمان. هنعملها مع بعض النهاردة ان شاء الله هيعجبكم زي ما انتم شايفين كده. وكمان كنت عاملة طريقة تانية على القناة، شوفوها، خدوا جولة في القناة، وان شاء الله فيها وصفات وروتينات هتعجبكم بإذن الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا هنقول لكم مقادير ووصفة سهلة جدا. معايا بصلاية، طماطماية، وقرن من الفلفل، والتوابل بتاعتي عبارة عن توم بودر، بصل بودر، بابريكا، فلفل اسمر وملح وكمون وشوية من الكزبرة كده. طبعا الستريبس بتقطعيه، بتجيبي صدر الفرخة بتقطعيه بالتقطيع يعني اللي انت عاوزاها. هبدأ افرم الخضار في الكبة فرم ناعم يا بنات جدا، تمام، عشان ايه هنصفيه. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده فرمته، هبدأ انا اصفيه في الكبة، تمام كده. طبعا يا بنات ممكن تحطي على التتبيلة دي زبادي لو متوفر عندك. انا ما كانش متوفر عندي زبادي، بس استكفيت كده بالخلطة دي، كانت جميلة جدا بسم الله ما شاء الله كده، مع شوية مكرونة بألف هنا. هبدأ أصفي الخليط يا بنات كده اللي انتوا شايفين. وهبدأ احط توابل عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحط التوابل كده وطعم التتبيلة كده. وطبعا لو احتاجتي ملح ولا حاجة، لو متوفر عندك مكعب مرقة ممكن برضه تحطي مكعب مرقة. توابل فراخ يا جماعة، حطيت على التتبيلة توابل فراخ، ما كانش يعني عندي دي مرقة ولا كده. فابدأ احط الفراخ اللي انا مقطعاها صوابع زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى اقلبها في التتبيلة. ممكن بقى اسيبها من بالليل، ممكن تعملها بعد الفطار للعصر براحتك طبعا. اللهم صل على النبي. انا عاوزة اقول لكم انا عملتها دايما بابا بتأخر في التتبيلات دي، الواحد ما بكون عندي وقت ولا كده. فانا عملتها وقلت هجهز الدقيق والنشا بتاعت الغلاف بتاعها، ورحت محمراها على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا بنات احط دقيق ومعلقه كبيره من النشا وشويه من الملح وفلفل اسمر، تمام، بس كده من غير بقسماط، من غير اي تكليف خالص، تمام. انا بعمل البانيه والستريبس والفراخ الكنتاكي بالدقيق والنشا فقط لا غير، تمام، وبتطلع النتيجه والاروع زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اقلب شويه الفلفل الاسمر مع الملح، تمام، واجهزهم كده زي ما انتوا شايفين. هبدا اجيب بقى الفراخ واغلفهم بالدقيق والنشا وبس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت لعندي هنا اول مره تشوفيني ممكن تحطي لي لايك وتنضمي لعيلتي الحلوه، تمام. هتلاقي كده كلمه اشتراك تحت الفيديو تضغطي عليها، سبسكرايب تحت الفيديو كده تضغطي عليها، هيظهر لك 3 اختيارات تضغطي على الكل عشان يوصلك كل شعار فيديو بنزله. مستنيه رايكم في الفيديو، كومنتاتكم الحلوه ولايك الجميل كده زيكم. دعمكم كده بيفرق معايا جدا يا بنات. عاوزه اقول لكم انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، عيالي كانت تعبانه والمدارس وكده، فالواحد تحس ان هو مضغوط. ف وبرضو لما بلاقي لايك كده واشتراك كده يعني بنبسط وبشجع وبصور معاكم فيديوهات، فشجعوني كده عشان انزل لكم كل يوم فيديو، وابدا اشجع واصور. ان واحد الايام دي مع تعب الولاد والمدارس وكده، فالواحد مش بحس ان هو مش عاوز يصور، فتشجيعكم ليا هيشجعني واصور وهستقر ان شاء الله في القناه. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، هبدا بقى ان انا احمر الستريبس على النار، تكون النار عاليه، تمام كده. وفي الاول النار عاليه، بعد كده بتهدي برضو، بس انا يعني سبت النار عاليه عشان هو الستريبس يعني مش يعني اللحمه بتاعتها مش كبيره يعني زي الفراخ الكنتاكي ولا كده. المهم لو انتوا شايفين كده هبدأ بقى احمرها. اللهم صل على النبي. دي اول رصة طلعت. عاوزة اقول لكم ان الكاميرا ظلموها. شايفين القرمشة بسم الله ما شاء الله، لحم مستوي من جوه وجميل وكان مقرمش. عاوزة اقول لكم ان كنت مقطعاه كده صوابع صغيرة عاملة زي البطاطس، فالواحد كان بياكلها وهو واقف. عملتها مع شوية مكرونة
وبطاطس محمرة وسلطة. بسم الله ما شاء الله، أكلة زي العسل. تسال بقكم، اتفضلوا معانا. مستنية دعمكم الجميل، مستنية اللايك اللي بيشجعني عشان يرفع الفيديو. اعملوا مشاركة لأصحابكم وحبايبكم علشان هما كمان يشوفوا الفيديو والفيديو يرتفع وعيلتي تكبر كده، وانتوا عيلتي التانية واصحابي وحبايبي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ولا يحرمني منكم. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.